فتح الجرح مرة أخرى. سقط الفاعل ولم يتوقف النزيف. مسالمون آمنون مصلون جدد يضافون إلى القائمة، بينما تبقى مصر على حالها منذ أعوام. هجمات تضرب ودولة عاجزة ودماء لا تجف. ليسوا أول مصلين يسقطون بسلاح رافضي الآخر، والآخر هنا محكوم عليه بالموت في نظر هؤلاء، والذي ليس بالضرورة أن يكون مختلفا في الدين. فالهجوم أسقط 9 مصريين آخرين هذه المرة، بينهم 7 مسيحيين، رقم يضاف إلى عداد الضحايا الذي لم يتوقف منذ حادثة كنيسة القديسين فاتحة العام 2011، والتي أشارت أصابع الاتهام حينها إلى وزير الداخلية، مرورا بالهجوم على مسجد الروضة الذي حصد أرواح مئات الساجدين قبل أشهر معدودة، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية. لا ناجين من قرار الموت المشرع في مصر إذن، قرار يسهل تنفيذه في كل مرة رغم القبضة الأمنية الخانقة منذ انقلاب 2013 الذي كانت روحه مواجهة الخطر المحتمل للإرهاب، وها هو المحتمل يتحول واقعا داميا في أرض الكنانة، ما يفتح الباب واسعا أمام سؤال المسؤولية والتقصير. حروب طاحنة تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب كما تقول، وإعدامات بالجملة على مقصلة الإرهاب استخدمتها السلطات لتصفية معارضيها كما تقول تقارير حقوقية دولية، بينما لا تزال الهجمات تضرب في كل مصر ابتداء من أقصى شمالها السيناوي وليس انتهاء بقلبها في القاهرة. ضربات فتحت أبواب كل بيوت الله في مصر أمام رصاص أعمى يرى كثيرون أنه بحاجة إلى سياسات مختلفة حتى لا يخترق مزيدا من الصدور.